مرحبا بكم أعزائي الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد في آخر تطورات طقس المغرب. إذا كالعادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو المرجو من المتابعين الأوفياء دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. قبل أن نمر لآخر المستجدات بالحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بحول الله، سنحلل في الأول صورة الساتي التي أخذت قبل قليل. من خلال تحليلنا لصورة الساتي تبين لنا أجواء غائمة جزئيا، لا سيما بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهم، وببعض المناطق الداخلية. ما عدا هذا ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، والرياح بحول الله معتدلة شرقية ستهب بقية هذا اليوم على كل من أقاليم بولمان، ميدلت وقلميم. هذا مع طقس نسبيا حار شيئا ما، لا سيما بأقاليمنا الصحراوية وبعض المناطق الداخلية للمملكة والسواحل الأطلسية. وأما بخصوص التوقعات خلال الأيام المقبلة، فهناك بوادر خير تلوح في الأفق، والتحديثات لحد الآن ثابتة ولله الحمد، وتتوقع أجواء ماطرة بالمملكة انطلاقا من 16 من هذا الشهر، والله أعلم. إذا بحول الله الأمطار حاضرة بالمنطقة الشرقية أو الشمال الشرقي كالعادة، بتراكم للأمطار معتدل شيئا ما إلى ضعيف حسب المناطق، ولكي تمتد هذه الزخات المطرية بتراكم معتدل شيئا ما إلى ضعيف حسب المناطق بطول الواجهة المتوسطية، حيث ستهم هذه الزخات المطرية والله أعلم بالدرجة الأولى بتراكم مهم وقوي مرتفعات الريف الغربية والشمال الغربي، بمجموع أمطار سيصل والله أعلم إلى 80 ملم حسب المناطق. ولكي تمتد هذه الزخات المطرية بتراكم معتدل بحول الله بطول الشريط الساحلي الأطلسي الرابط بين طنجة وصولا لأكادير، أيضا بدورها المناطق الوسطى والداخلية للمملكة ستعرف تراكم للأمطار من معتدل شيئا ما إلى ضعيف حسب المناطق، ولكي تصبح هذه الزخات المطرية بتراكم ضعيف بمرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة تيزنيت. لكن كلما توجهنا لمرتفعات الأطلس الكبير لا سيما الغربية زادت كمية الأمطار وأصبحت معتدلة شيئا ما والله أعلم، والأمطار حاضرة بحول الله بتراكم معتدل بكل من مرتفعات الأطلس المتوسط والمناطق المجاورة ومنطقة سايس وولماس. لكن أعزائي الكرام تبقى هذه مجرد توقعات أولية قابلة للتغيير في أي لحظة، العلم عند الله عز وجل. نحن نتابع، كونوا في الموعد، وإلى اللقاء.